بسم الله الرحمن الرحيم. وبداية حاولت أصور فيديو من شوية، إلا إن أنا للأسف الحامل اتكسر، حامل الموبايل. حاولت أعمل حامل موبايل، فكنت أجيب إزازة البرفان دي حتى أسند عليها الموبايل. طب نجرب بالطول، برضه مش جاي. طب نجيب علبة الدواء دي يمكن تجيب. طب أنا عاوز ميل معين، طب عاوز أعلى شوية، مفيش نتيجة للأسف. طب ايه الحل؟ يعني انا عايز اصور دلوقتي، ولازم دلوقتي اصور، وبعدين عاوز اصور فيديو واعمل حامل ويكون سعره على قد الايد. طب ايه رأيكم نعمل حامل ببلاش؟ حامل من الخردة. منين من الخردة؟ دي حضراتكم قطعة فل او فلين، اللي هي بتتغلف فيها تلفزيونات وغسالات وما الى ذلك. طبعا بنلاقيها سهلة، اسهل طريقة نعمل بيها حامل. طبعا لو حطينا هنا الموبايل مش هنشوف حاجة للأسف، يعني أو مش هنشوف ايه اللي بيحصل. هنسند برضو نفس الكلام، القطع خفيفة مش هتستحمل. طب ايه الحل؟ الحل اللي احنا نحط الموبايل كده، نفتح له فتحة من هنا كالآتي. هوري حضراتكم دلوقتي حالا. استخدم مقص أو سكينة، قطع جزء بالشكل ده، بالظبط. ده اللي احنا، الجزء ده اللي احنا محتاجينه. سويه بس شوية عشان الموبايل ما يبقاش بيتأرجح واحنا بنصور. بس كده، كده أظن ممتاز جدا. نجرب بقى نصور كده فيديو. نجرب الفيديو. التصوير مفيهوش أي مشكلة. كده كده. طب في مشكلة، عايز أوجهه كده أو كده، برضه مفيش مشكلة خالص. أبدأ أجيب قطعة من الفيلم وأحطها ورا التليفون. أصبح محكم جدا جدا، أصور في أي اتجاه. كده كده تهز معايا، مفيش مشكلة خالص. عايز أحط الموبايل بالطول، أوسع له الفتحة شوية، أو أسيب دي للعرض، أفتح له فتحة كبيرة شوية وأحطه بالطول. نفس الكلام أحط له قطعة فيل صغيرة عشان أقدر أحمل. أظن قطعة الفيل دي بتلاقيها في الخردة، نلاقيها في تشتري تلفزيون جديد، أي حاجة جديدة زي ما حضراتكم شايفين. صور بقى براحتك ومفيش مشكلة خالص. عاوز تعمله كده ماشي، عاوز تعمله كده ماشي، عاوز تعلي شوية حطه على كرسي، على أي حاجة، مفيش مشكلة خالص. أنا بس عشان التصوير بتاعي بيبقى أفقي على مكتب، فعشان كده لازم يكون حاجة واطية. إيه رأيك؟ سلام عليكم.